وبتبدأ ان البنت ديت لما تكبر نكتشف انها شادية بتلبس معاه لبس واد، وبيهزروا ويعملوا نفس اللي هم كانوا بيعملوه من زمان، لحد ما بيجي مرسال من الحاكم بيقول قرار من رئيس الديوان، وبيقول من قرار رئيس ديوان ممنوع السهر والمغنى والرقص في وسط الشارع، والمحلات والبياعين تبدأ تخش بيتها من بعد صلاة العشاء لحد صلاة الفجر. فالمهم الناس بتزعق وبتقول لأ بقى، ويسقط حكم البتنجاني والكلام ده. وبيكون ابن الملك متخبي في شكل ناس فقيرة هو والمساعد بتاعه، وبيشوف اللي بيحصل من رئيس الديوان. فالمهم الناس لما بتعمل ثورة ومش هيبقى عاجبها الكلام، رئيس الودان بيبعت الحرس بتاعه ان هم يفضوا الثورة بالعافية، وبيبعتوا الناس بالسيوف والحاجة